الندم هو شدة الحزن، وهو تعبير عاطفي لإحساس الشخص بالذنب بعد ارتكابه الفعل اعتبره الشخص خطأ. والندم ده من أصعب الحاجات اللي ممكن البني آدم إنه يعملها مع نفسه دايما. ممكن الندم ده يكون على شكل كلمة هو قالها ومكانش يعرف إنها غلط وتأثر عليه بشكل سلبي بعدين، أو ممكن يبقى بسبب إنه اتصرف بشكل وطريقة غلط زمان ومش قادر ينسى الموقف ده ودايما يفتكره ويتمنى لو يرجع بيه الزمن عشان يغيره، أو بسبب إنه قصر في مذاكرته ودراسته ودروسه فما قدرش إنه يوصل للدرجة اللي هو عايزها أو المجموع اللي هو عايزه. أو الندم ده ممكن يكون بسبب تقصيره في علاقته بربنا وتقصيره في الصلاة وحق ربنا معاه. السلام عليكم، أهلا بيكم يا صديقي في فيديو جديد. أنا عبد الرحمن أحمد من قناة نور الضلمة، جاي أتكلم في الفيديو ده عن 4 نقط تساعدك إن شاء الله في حياتك لو أنت سنك أقل من 18 سنة. أول حاجة هتكلم عنها في الفيديو ده وهي حاجة أساسية المفروض تكون موجودة في حياتنا كلنا سواء أنت أقل من 18 سنة أو أكبر، وهي إنك تحافظ على علاقتك بربك. طب إزاي يا صديقي تقدر تحافظ على علاقتك بربك؟ أول حاجة وهي إقامة الصلاة. إقامة الصلاة طبعا دي من أول أركان الإسلام ال5، لأن الصلاة دي بتساعدك على إنك تحس براحة وطمأنينة والسلام الداخلي والسلام النفسي كده، وكمان بتساعدك على اتزان الجسم سواء ذهنيا أو نفسيا، لأن مثلا وأنت بتصلي وبتسجد ولا السجود ده لوحده قادر إنه يساعد الجسم على إنه يتحكم في الجهاز العصبي والحركي. كمان ما تنساش يا صديقي إن الصلاة دي تكفير لكل الذنوب والخطايا، وكمان بتساعدك على رفع مستوى أخلاقك. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. كمان تقدر تحافظ على علاقتك بربك عن طريق طاعة الوالدين، إنك تسمع كلام أبوك وأمك وما تزعلهمش منك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. وكمان إنك تحافظ على صيام شهر رمضان، الشهر اللي بيجي مرة واحدة بس في السنة. اللهم بلغنا رمضان يعني جميعا إن شاء الله، كل سنة وأنتم طيبين. وتحاول قد ما تقدر في الشهر ده إنك تلتزم بصلاة التراويح، لأن دي حاجة هتساعدك أكتر تقربك أكتر لربك. وتاني نقطة في الفيديو ده يا صديقي هتساعدك إن شاء الله، وهي إنك تلعب رياضة. والرياضة دي لازم تكون حاجة أساسية في حياة كل واحد فينا، لأنها طبعا هتساعدك بشكل كبير جدا في حياتك، في إنها تنظم حياتك، هتساعدك نفسيا، هتساعدك ذهنيا، هتساعدك في إنك تحافظ على قوة وصحة جسمك، هتساعدك إن هي تبعدك عن الأمراض، هتساعدك في حاجات كتيرة جدا. ومفيش طبعا أحسن من إنك تكون إنسان رياضي وإنك تكون عايش بصحة وعايش أحسن حال كده وأحسن شكل. فابدأ يا صديقي من دلوقتي، من اللحظة دي، من اللحظة اللي بتتفرج فيها على الفيديو، إنك تنزل وتدور على الرياضة اللي أنت بتحبها وتشترك فيها، لأن طبعا قلت لك مفيش أحسن من الرياضة. وما تكسلش، لأن أنت وقت ما تكسل دلوقتي هيتعب جدا بعدين، ممكن ما تقدرش أصلا إنك تكمل وتخش في الرياضة. ممكن تكون الرياضات دي زي كرة القدم مثلا، زي الكاراتيه، زي التايكوندو أو الكونغ فو أو السباحة أو أي رياضة عموما أنت حاببها. حاول تنزل من دلوقتي وتبدأ تسأل وتدور على أقرب مكان ليك أو أحسن مكان بالنسبة لك. وتالت نقطة في الفيديو ده هتكلم عنها وهي بلاش تقلد. وهنا أقصد بلاش تقلد صاحبك مثلا أو تقلد أي شخصية أنت شايف كده إن هي ناجحة وشايف إن هي حاجة كبيرة وبتقتنع بيها دايما، وبتقتنع بأي فعل أو كلمة هو بيقولها وبتبدأ تعملها زي ما هو بيعملها بالظبط، علشان تحس إنك حاجة كبيرة كده وتحس إنك ماشي مع الترند يعني زي ما بيقولوا. وكمان هنا انت بتعمل حاجه مهمه جدا انت مش واخد بالك منها، وهي انك بتنسى نفسك تماما، بتنسى انت عايز ايه، وكل تفكيرك بيكون ده عمل ايه وما عملش ايه، ده قال ايه وما قالش ايه، وتنسى دماغك وتلغي شخصيتك تماما. وفي المرحله العمريه دي اللي هي اقل من 18 سنه عقلك بيبدا انه يكبر ويشوف الدنيا حواليك ماشيه ازاي، وبيحاول انه يخدعك بانك لو قلدت ده او قلدت ده انت كده حد جامد يعني، على اساس ان انت لو مشيت بطريقتك ومشيت باسلوبك محدش هيحبك ولا حد هيبقى معاك. عشان كده مهم جدا 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 انك تعرف تختار صحابك، تعرف تختار الناس اللي بتتعامل معاهم كل يوم، تعرف تختار الناس اللي بيبقوا حواليك وموجودين في حياتك. وعشان كده حاول قد ما تقدر انك تعرف تختار صحابك او الناس اللي حواليك يكونوا بيفيدوك بطريقة ايجابية وبطريقة تساعدك وتفيدك في حياتك فعلا. وما تسمعش لحد انه يسحبك او يشدك لطريق غلط او حاجات غلط وتبدا تكتسب عادات سلبيه وعادات تاثر عليك بشكل سلبي بعدين. وما تسمعش لحد
بيحاول انه يشدك او يسحبك لطريق غلط ولحاجات غلط، ومن هنا هتبدأ تكتسب عادة سلبية ممكن تأثر عليك بشكل كبير جدا بقية حياتك. عشان كده مهم تعرف تختار صحابك، تعرف تختار الناس اللي حواليك. ورابع واخر نقطة معانا في الفيديو ده، وهي اختار هدفك بنفسك. لان انت في المرحلة العمرية دي واللي هي اقل من 18 سنة، انت بتبدأ تحس ان انت مشتت كده وتايه، ومش عارف انت عايز تكون ايه لما تكبر، او تخش كلية ايه، او تتعلم ايه. فبتبدأ تحس باحباط، تبدأ تحس ان انت مش قادر تعمل حاجة او قادر تفكر في حاجة، فبتسيب الدنيا تمشي زي ما هي كده وتسيبها بظروفها. وطبعا حاجة زي كده غلط، ولكن الصح هو انك تجرب كده تقعد مع نفسك تفكر وتشوف انت عايز تعمل ايه، انت عايز تتعلم ايه، انت حابب ايه، وتبدأ فيه. طبعا ده يكون بعيد عن اي حد وعن اي حاجة ممكن ان هي تضايقك او ممكن ان هي تأثر عليك، او ممكن ان انت تكون بتعمل الحاجة دي علشان حد معين مثلا قالها لك. لا، انا عايزك تاخد انت القرار من نفسك وتفكر كده على نفسك وتقعد لوحدك. وعايزك تبقى واثق من نفسك، واثق من اختياراتك، ويكون اسلوب حياتك ده انت اللي مختاره بنفسك، ويكون بشكل ايجابي. لان انت لو تعودت على اي حاجه سلبيه في حياتك في السن ده او في المرحله دي، هيبقى صعب جدا انك تتخلص منه بعدين، وهيتاثر عليك بشكل كبير جدا لما تكبر. طب دلوقتي بعد ما اتكلمت عن الاربع نقط دول اللي هم ان شاء الله هيساعدوك، ايه الهدف من الفيديو؟ الهدف من الفيديو هو انك تحافظ على نفسك. وانك تحافظ على نفسك في المرحله العمريه دي او السن ده، دي حاجه صعبه جدا فعلا، لان الزمن ده مليان سلبيه، مليان فتن، ومليان حاجات صعبه كتير جدا الواحد بيسمعها وبيشوفها. عشان كده حاول قد ما تقدر انك تخلق بيئه او تخلق ناس حواليك وصحبه حواليك وقاعده كده تساعدك على قد ما تقدر انك تكون تفكر بشكل ايجابي وتفكر في الصح وتبعد عن اي حاجه سلبيه زي ما قلت لك في الفيديو كده. باختصار، حافظ على علاقتك بربك، العب رياضة، بلاش تقلد، واختار هدفك بنفسك. والحاجات دي هتساعدك على انك تحافظ على لسانك، على اخلاقك، على صحتك، على عقلك، على نفسيتك، او على شكلك. وبكده صديقي نكون وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى لو انت استفدت حاجة من الفيديو ده او عرفت حاجة جديدة انت كنتش تعرفها انك تقولي في التعليقات تحت. انا مستني منك كلامك. ومتنسانيش طبعا باللايك وبالاشتراك في القناة علشان لسه هنزل فيديوهات كتيرة جدا. وهتلاقي في الوصف لينك صفحة الفيسبوك الخاصة بيا ولينك الانستجرام. وبس كده صديقي، اشوفك في فيديوهات تانية كتير، وسلام.